السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد. كبدة اسكندراني. جنبها كده حبة طماطم وشوية مخلل كده عجب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي نبدأ الفيديو كده بلايك منكم، يعني تشجيع كده. اقول لكم الكبدة اسكندراني دي بنعملها ازاي. اجمل واطعم كبدة، طازة طبعا وفريش وجميلة جدا، ريحتها روعة 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 ريحتها. الكبدة من الأكلات المفيدة جدا. الكبدة دي يا جماعة مش بتاخد وقت خالص سوا، يعني هما يدوبك يعني 10 دقايق على النار بتكون استوت. عامل أساسي فيها طبعا الفلفل يا بنات، ده هو الفلفل الأخضر. عامل أساسي فيها الكمون، الليمون، الخل. هقول لكم بنعملها ازاي. شايفين الحروقة الحروقة اللي في الصينية من تحت دي. دي بتديها طعم جميل خالص، وانا بحبها خالص يا بنات. مع معلقة سمنة بلدي بقى، ما شاء الله الله أكبر. هقول لكم بقى بنعمل الكبدة الجميلة دي ازاي، كبدة اسكندراني. نبدأ كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دي كبدة يا بنات اهي طازة. كيلو كبدة طازة كده فريش لسه جاي على طول. بص يا بنات، عندك كيلو، ربع كيلو، اللي عندك اي كبدة، عندك اي كمية. والكبدة يا بنات ليها كذا طريقة، بس انت بتاخدي الطريقة اللي تناسبك واللي تناسب اهل بيتك. الكبدة بتحط لها بصل وتحط لها توم. طيب لو انت عندك حد ما بيحبش التوم، حد ما بيحبش البصل، استغني عنهم واعمليها بالفلفل مع حبة كمون مع ليمون مع شوية خل. والله العظيم هتبقى أجمل وأطعم كبدة تاكليها في حياتك. الكبدة تقطعيها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نقطعها هنا كده ايه، حتت صغيرة. الكبدة مش بتتغسل يا بنات، الكبدة مش بتتغسل. الكبدة دي تجمعات دموية هتغسليها يعني. هي دم أصلا، يعني الكبدة دي تجمعات دموية، لو غسلتيها تفقد القيمة الغذائية اللي فيها يا بنات. فاحنا عايزين ناكلها كده، ناكل حاجة صحية نستفاد منها. بس انا مقطعها اي حتة صغيرة. كان فيها برضو بقول لكم يا بنات، اوعي تغسلي الكبدة، اوعي، ولا الكبدة ولا اللحمة دي كده. دي كلاوي تقريبا. كلاوي معلم كلاوي. دي كده كانت كلاوي. قطعتها معاها برضو. دي الليمونة هقول لكم بقى في انهي مرحلة بالظبط هنحط فيها الليمون، لان الليمون بيتحط في مرحلة معينة. الخل كمان بيتحط في مرحلة معينة. بص كده نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلقتين سمنة بلدي كده يا بنات على النار. شفتوا انتوا؟ طاسة كده على النار ولازم تسخن السمنة يا بنات، لازم تسخن. الكبدة يا بنات بحب اعملها بسمنة بلدي، يعني معلقتين سمنة بلدي بيطعموا معاك الاكل جدا جدا. بصي لازم ايه السمنة تسخن جامد، لازم. ده كان مهم جدا، لازم السمنة تسخن. انا نزلت بكمية قليلة. ليه؟ انا مش بنزل بكمية الكبدة كلها، بنزل بكمية قليلة عشان ياخدوا الصدمة. تمام. لا الكبدة معانا كده اخدت الصدمة، وبعدين بخليهم كده على جنب وبنزل بنص الكمية التانية، وبعدين بنزل بالكمية باقي الكمية بقى. ليه يا بنات انا مش بنزل بالكمية كلها؟ لان لو نزلت بالكمية كلها هتلاقي الكبدة كده نزلت المية بتاعتها وهتلاقيها ايه. انما احنا عايزين نديها صدمة عشان تحتفظ بالقيمة الغذائية جواها، يعني عشان مفيش حاجة تنزل منها وتحتفظ ايه بقيمتها الغذائية. وان شاء الله باذن الله هنسويها اهو كده زي ما انا قلت لكم برضو ايه، محتفظه باذن الله بقيمتها الغذائيه، مش هتنزل اي حاجه. بصوا مفيش الا السمنه بس في الصينيه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى احنا اول حاجه الكبده قطعناها، ما ضفنالهاش اي حاجه لسه. طب ما غسلناهاش يا بنات، طب مش هنغسلها لا يا بنات. يعني النار كفيله بان هي تقتل اي حاجه فيها. تاني حاجه الليمون برضو. الليمون طبعا ماده حمضيه بتعقم كل حاجه. الخل كمان هنحط لها معلقتين خل في الاخر خالص كده. كل الحاجات دي يا بنات، الليمون والخل بيخليكي تاكليها وانت مطمنه، مفيهاش اي حاجه، مفيهاش اي مشاكل باذن الله. كده انا خلاص نزلت بقى الكميه كلها كده. نزلت بالكبده دي يا بنات، انا نزلت بيها على 3 مراحل. زي ما قلت لك ما تنزليش بالكميه كلها. هتقلبي بقى كده على النار عاليه طبعا. الاول على نار عاليه علشان ايه؟ عشان الكبده كلها تاخد الصدمه. كبده طازه يا بنات كده، الصلاه على النبي يعني.
اللهم صل على سيدنا محمد. كبده طازه وجميله. الحاجه الطازه زي ما قلت لكم يا بنات بتفرق جامد في الطعم. ايه كمان اللي بيطعم الاكل معانا؟ السمنه البلدي. معلقتين السمنه البلدي دول يا بنات مع الكبده والله العظيم بيدوها طعم. خلوكي تحمريها وترشي لها ملح وتاكليها كده والله العظيم من غير اي اضافات. بيبقى طعمها روعه 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 من غير اي اضافات. يا دوبك تحمريها وتحطي لها حبه الكمون او ملح وتلاقي طعمها روعه. ليه؟ معلقتين السمنه دول يا بنات بيطعموا اي اكل. تمام. كمان الكبده طازه معانا. شايفين ما فيهاش ما نزلتش اي سوائل يا بنات في الصينيه اهي. ما نزلتش اي حاجه. يعني ايه هي كده خدت الصدمه تمام كده. احنا ماشيين صح. تعرفي ان انت اكلك صح كده واكلك صحي. شايفين اهي اخدت الصدمه لان انا منزلتش في الكميه كلها. هتفضلي طبعا تقلبي فيها كده من اول على نار هاديه لحد ما تاخد الصدمه على نار عاليه قصدي. وبعدين ايه تهدي بقى النار خالص. تمام يا بنات. قلبي كده كبده زي ما قلت لكم. انا حاسه ان هي القطعه بتاعتها بقت كبيره شويه. فانا هحاول اقطعها اصغرها تاني عن كده. اخليها اصغر من كده. كده انا بقلب فيها على نار هاديه على نار عاليه زي ما قلت لكم علشان تاخد الصدمه. وبعدين هدي النار وابتدي اول حاجه اضيفها الملح يا بنات. قبل الليمون وقبل الخل ضيفي الملح لان لو ضفت الليمون مش هيخليها والفلفل اهو يا بنات. بصوا بقى اللون الاخضر الجميل في الفلفل ده. الكبده بتحب الفلفل يا بنات طبعا. كبده اسكندراني يا بنات بيحطوا لها الثوم. تمام توم بس انا ما حطيتش الثوم عشان اقول لكم لو انت عندك حد في البيت ما بيحبش الثوم فانت غصب عنك مش هتحطي ثوم. اضافات دي يا بنات بتاعتك انت في ايدك. حابه تضيفي توم دي الليمونه يا بنات حط بعد كده. انا بعد ما حطيت الفلفل كتري الفلفل يا بنات لان الكبده بتحب الفلفل. كتري الفلفل وتقطعي حتت صغيره كده تقلبي بقى. وبعدين تنزلي بالملح الاول. انا رشيت لها الملح والكمون وشطه بصراحه لان انا بحبها مشطشطه. وبعدين الليمون بقى لازم زي ما قلت لكم تحط الملح الاول. وبعدين اهو بصي انا كده بحط الملح اهو. لا دي الليمونه يا بنات. انا حطيت الملح الاول وبعدين الليمونه اهي. تمام. تعصري عليها ليمونه يا بنات وتقلبي. هتفضلي تقلبي كده. وبعدين اخر حاجه بقى الخل. معلقتين الخل في الاخر. بس بصوا والله العظيم حاجه جميله جدا. حابه تحطي بصل حطي في المرحله دي. بعد ما تحطي الفلفل حطي البصل. بس انا انا ببرش لها شطه. هي حبه شطه لان انا دقتها لقيتها محتاجه ملح وشطه فحطيت لها حبه شطه. لو عندك قرن فلفل مشطشط هتستحمليه قطعيه وحطيه. بصراحه بيديها طعم خرافه خرافه خرافه. حابه تحطي لها بصل قطعي بصله قطع صغيره وحطيها عليها. ضيفيها في المرحله دي دلوقتي كده. انا اخر حاجه هي ضيفها الخل. اخر حاجه يا بنات انا ضفتها الخل. معلقتين خل كده. تمام. وتقلبي. تفضلي تقلبي تقلبي تقلبي. وبصي دوقيها برضو تشوفيها محتاجه ملح ومحتاجه حاجه. مش بحط لها انا يا بنات اي اضافات الا الملح والشطه والفلفل. الفلفل الاخضر ده زي ما انتم شايفين كمان اهي. بحبها برضو بنات تبقى جوسي كده يعني ما تبقاش ناشفه قوي. بحبها تبقى جوسي كده هو يعني فيها حبه حاجه كده هو من تحت يعني تبقى طريه شويه ما تبقاش ناشفه كده. انا بحبها كده. بس مع التقليب بقى يا بنات تفضلي تقلبي زي ما قلت لك. يعني هي مش بتاخد وقت اصلا الكبده دي. مش بتاخد وقت خالص. شايفين اهي جوسي اهي. شايفين جوسي ازاي يا بنات وجميل خالص والله العظيم. ريحتها جميله جدا جدا جدا. حابه تحطي لها سنه قرفه ماشي. بس العامل الرئيسي في الكبده يا بنات هو الكمون والفلفل والشطه. حابه تحطي توم ماشي. اضافاتك دي في ايدك انت. بصل حابه تحطي بصل حطي. حابه تحطي توم حطي. الاضافات دي في ايدك يا بنات يعني. بس احنا احنا بصراحه بناكلها كده.
يعني بنحبها كده من غير اي اضافات تانية. بيبقى طعمها روعة روعة، تحس ان انت بتاكلي كبدة بقى صح يعني. مش بتاكلي بصل وطماطم وكده، لا، كبدة بقى اديها حقها. لازم تدي كل حاجة يعني ايه حقها يا بنات. انا حسيت ان هي ايه عايزة ملح شوية فحطيت لها ملح. ظبطي ملحك انت بقى وظبطي الشطة بتاعتك، وخلي بالك لو عندك اولاد في البيت ما تخليهاش ايه مشطشطة قوي. كبدة معانا هي بنات جميلة جدا. وتلاقوا الحروقه اللي في الصينيه من تحت دي يا بنات بتدي طعم جميل جدا للكبده، وانا بحبها خالص بصراحه. والكبده زي ما قلت لكم اهي مش بتاخد وقت معانا. ما تنسوناش في اللايك يا بنات، سبسكرايب القناه لو انت اول مره تشوفيني، اضغطي على زر الاشتراك اللي هو باللون الاحمر وفعلي زر الجرس، وانضم لعيلتنا الكبيره. ولايك يا بنات وتعليق بيفرحني، بفرح بتاع اصحابي واخواتي طبعا اللي معايا من زمان دول، ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويخليكم ليا ويخليني ليكم. حبيت مخلي، بصي حبيت مخلي اللفت جنبهم، والله العظيم عجب عجب عجب. ما يغركيش لونهم ان هم مش لونهم احمر قوي، بس طعمهم روعه روعه والله العظيم يا بنات. حبه مخلي العسل مع حبه الكبده دول اللي هم طازه ما شاء الله، والريحه والله العظيم اكله روعه روعه روعه، من غير اي افتكاسات ومن غير اي حاجه ومن غير اي تكات ومن غير اي حركات. ما فيش ولا تكات ولا حركات، هي الكبده والفلفل وشكرا. اهم حاجه السمنه البلدي، معلقتين السمنه البلدي والكبده طازه مع تشويحه كده اهو، والسمنه سخنه تنزلي بالكبده بقى تاخد الصدمه بتاعتها، وهتاكلي احلى كبده باذن الله يا بنات. والله العظيم هتدعولي، كبده جميله جدا جدا جدا، وبالف هنا وشفا يا بنات. دعوه حلوه بقى كده ان شاء الله. دعوه حلوه. كبده جاهزه معانا اهي، غرفتها اهي حطيتها في الطبق، شايفين شكلها يفتح النفس بصراحه، جميله جدا.